وهل التركمانستاني، ولكننا اليوم نحن في استاد جابر. هذه التحفة منذ 2016 كانت هدية للرياضة والرياضي. وطبعا نتذكر والده أحمد خلف في الماضي عندما صال وجال، وهذه مباراة مغرية. هذا ضربة حرة مباشرة الآن للعربي تلعب بهذه الصورة الفنيني الآن عند كرة من ضربة ركنية خطيرة. ولاحظ هنا الفنيني الذي جاء به، الله الله هذه الأجمل. الفريق الآخر لكن انطلاقه للأمام، الله الله، والإبعاد الإبعاد كانت عرباوية صارت قدساوية، عادت للعربي ممكن يسدد، الله الله. يوم 15 مرة تعادل سلبي، لكن انطلاقه كرة جميلة، الله الله الله، رعب البدايات يا خابة، رعب. يعلن الشرارة الأولى في المدرجات وفي كل مكان فيه عشاق للعربي. نعم التمرير عينك، الله الله الله، من ثيام وحسين خابة. بعد ذلك في المكان السليم حمزة خابة ما خيب التوقعات، لكن التمريرة فيها أيضا فتنة أخرى ساحرة جميلة، نعم للأمام. حمزة خابة شوف العرباوية فرحانين، شوف العرباوية طربانين، شوف العرباوية. وهذا المكان ضربة ركنية للقادسية، كرة تلعب خطيرة كذلك، ولا زالت قدساوية ولكنها بعيدة. قيلت الآن ممكن يسدد بالفعل ثيام في الكرة الماضية، محاولة مستمرة مامادو السنغالي، لكن الكرة تلعب نعم جميلة إلى مامادو ثيام، يأتي بالعرضية ويأتي في اللحظات الماضية عن طريق جيبولا. هذه جميلة، هذا الصولة في هذا المكان لا يترك في هذا المكان بدون رقابة عند الكرة. حاول، جاء بكرة جميلة بالراس تنحط من بن سود. وإذا زعل وإذا غضب الجنرال فاعلم أن هناك شيء. للنادي القادسية في هذا المكان، نعم تصل من صولة، الله، راشد الدوسري، والقادسية يقترب. تشعر بأن القادسية يقترب، كرة جميلة تلعب وتبعد وتعود مرة. القادسية لا يسجل في الشوط الأول، ولا زال القادسية لا يسجل الأهداف في الشوط الأول. هذه خطيرة طبعا، هو اللي ورط. عندك حق خالد الرشيدي، عندك حق، لأن الكرة رجعت أنه الآن 45 دقيقة والكرة إلى بوشار نعم في الكرات الماضية تونسي وجزائري، ويرتكب المتبقية. نعم معاي جمهور القادسية، هؤلاء القادسية لهم عشق، هؤلاء القادسية لهم رمز، هؤلاء القادسية يعني أجيال تتداول. هذا الشمالي خرج من أرض الملعب، كرة من ضربة حرة، الله الله، كان له ما أراد. عودة ياهي، عودة للقدساوي في الوقت القاتل. ألوان القادسية وعلى الله على الارتقاء من جانب الأرجنتيني، ارتقى عاليا هذا اللاعب فيتور وسجل كرة في زاوية صعبة جدا بل مستحيلة، زاوية صعبة بل مستحيلة، ارتقى فوق الكل. وهنا طبعا العلم والشعار القدساوي أي للشمالي. مباراة أنا قلت نشكر الفريقين مبكرا مقدما، ولا زلنا في الشوط الأول، ولا زلنا الآن وصافرة حكم المباراة بالفعل الذي أدارها بصورة جيدة بالمناسبة في الشوط الأول عبد الله جمالي. البداية فرحة للفانيلة الخضراء للعرباوية، وبعد ذلك النهاية سعيدة بالنسبة للقادسية. لكن استاد جابر في أجمل حلة، استاد جابر في أجمل مشهد هذا المساء، وكأن المشاهد يقول يا ريت كل المباريات قادسية وعربي، لأن الحضور اليوم بالفعل هو نجم هذه الأمسية الكبيرة هنا في تانديا.
أخذها بصورة ممتازة. شوف التمويه، وبعد ذلك اختار الزاوية البعيدة، اختار الزاوية البعيدة، مرت على مرمى النادي العربي. كرة خطيرة جدا لهذا هذا اللاعب. وصل إلى الصولة، الصولة ينفرد، يتقدم، يسدد. سهلة مرت من الصولة في الكرة الماضية. جتها هدية. شوف الكرة اللي مرت بهذه الصورة، لكن مجهود كبير. مرت من بوشار، وبسرعة الصولة انطلق ووصل وسدد كرة، وضاع ثاني. يذهب للهجوم، يذهب للأمام، وفيتور الأرجنتيني يبعدها، والمحاولة مستمرة من جانب الصبار. الله حلوة، الله. اللي قادمين العاشقين اللي بالفعل قدموا حضور ممتاز في الفترة الماضية، هؤلاء من يبنى عليهم هذه الطموحات الكبيرة. هذا أمان الثياب، هذه الكرة في هذا المكان، هذا السلام. الله، حلوة الفكرة، حلوة يا سلمان العوضي الفكرة. ولا زال يريد أن يلعب كأس العالم القادمة 2026، ويريد أن يستمر ومستمر، وبالتالي نعم هو الضربة الحرة المباشرة للعربي. العربي عنده كرة للأمام. الله، اقترب العربي في الكرة الماضية. نعم، الكرة لحمزة خابة. شوف هذه الكرة، وهنا لا، ضربت في وجهه، هو يطالب به، ما في ضربة، مستحيل يا حمزة يا خابة. طبعا من له حيلة فليحتال في كرة القدم يقولون ذلك. طبعا هو قال لحاكم المباراة ضربت في يده، لا، ضربت في وجهه الأرجنتيني. كرة عالية وللأمام وخطيرة بالراس، وتبعد بهذه الصورة، ولا زالت قائمة وخطيرة، والتسديدة والمحاولة للعربي في هذا التوقيت الآن، لكن الكرة موجودة ومستمرة، والعرضية حاضرة كذلك أيضا بالراس، وتبعد من خالد إبراهيم، لكن ضغط رهيب من جانب العربي، ولا زالت مستمرة. والكرة بهذه الصورة تبعد، مرتدة يبغيها القادسية، يتمناها القادسية في هذا المكان اللي أرشيد لا، الصولة هنا محاولة، والكرة بالقدم اليسرى الله على التمريرة. 10 دقائق فترة طويلة كافية للفريقين، كافية لتغيير التعادل الإيجابي الحاضر في مباراة اليوم. كرة جميلة عالية وبالراس تبعد وتعود للفريق. لعبة مثيرة للجدل في هذا التوقيت، وأنا قلت أن الدقائق الأخيرة ليس فقط من مباريات الديربي، وإنما في كل مباراة تأتي بالجديد. هنا حكم المباراة يتقدم، يعود، قرار يحبس الأنفاس ويشير لاستمرار الكرة. نعم أنا معه. الصولة هنا في الجهة اليسرى، محاولة مستمرة، كرة تذهب وتعود. الصولة مرة أخرى، الصولة مر الصولة للقادسية اللي الآن عنده كرات خطيرة. الآن بدران عرقل، وهذه ضربة حرة مباشرة صنعها بدر المطوع. ضربة حرة مباشرة يصنعها بدر المطوع، وتأتي في هذا المكان. هل تكون عيد رشيدي يسدد؟ الله، حلوة من الأرجنتيني. من تعادل بندر السلامة عند الكرة، مهارات فردية راقية لبندر السلامة، وصافرة حكم المباراة الكويتي الشاب عبد الله جمالي تعلن وتضع حدا لديربي الكويت، حدا فقط الليلة. لكن هذا الديربي لن يتوقف إطلاقا، وهؤلاء العشاق المغرمون بالفانيلة الخضراء والصفراء لن يتوقفوا على أن يكون للفريقين مكانة في قلوبهم عبر التاريخ. بدأت بالقبلات، انتهت بالمحبة بين خالد إبراهيم ولاعب نادي السالمية، ومباراة أقولها مرة أخرى، نريد كل المباريات في دوري زين بهذه القوة، بهذه الحسابات، بهذا الأداء، بهذا الرتم العالي.